الفيديو اللي انا هقوله لك دلوقتي حالا دوت هيخليك تستحقر نفسك قوي وتستحقر العرب. I'm not losing. Whatever you are is because of us, of our culture. خليني افهمك اللي في الفيديو ده لانك في الاغلب ما فهمتش حاجه. ده مطعم في ايطاليا حصل فيه موقف كده قلب الدنيا كلها حرفيا على السوشيال ميديا من يومين. كان في عيله داخله تاكل في المطعم ده ودخلوا والناس رحبوا بيهم، والبنت اللي شغاله جوه في المطعم جت تاخد طلبهم وبالصدفه سمعتهم وهم بيشتموا في اخواتنا، والعيله دي طلعت من تل ابيب. فالبنت راحت لغت الاوردر وقالت لهم مفيش اكل ليكم وتفضلوا غرف داهيه بره المطعم. وطبعا العيله دي اتعصبت قوي، هو ايه اللي بيحصل معانا ده؟ انت بتمشينا عشان بنشتم فيهم؟ لو سمحت اندهي للمدير بتاعي. جه المدير وسالهم ايه اللي حصل، فراحت العيله ردت عليهم وبكل برود انت متخيل ان البنت اللي شغاله معاكم هنا عايز تطردنا عشان بنشتم في اخواتكم؟ راح المدير رد عليهم وبكل هدوء قال لهم هو ده حقيقي حصل؟ قالوا له اه اتصرف بقى. قال لهم لا انتوا فعلا من تل ابيب؟ قالوا له اه. فقال لهم طب اتفضلوا في ده هيخرجوا بره ولو طفحتوا حاجه ما تدفعوش حسابها. وفضلوا يهللوا زي ما انت شفت في الفيديو كده. بس المشكله مش هنا خالص. المشكلة ان اللي حصل دوت من بلاد غير بلدنا وارض غير اراضينا وشعب غير شعبنا ودين غير ديننا، ولسه فاكرين القضية وبيدافعوا عنها وبيتكلموا عليها اكتر ما احنا بنتكلم عليها بكتير، ده الا اذا كنا بنتكلم اصلا. ولسه احنا زي ما احنا ولا مقطعم قاطعين ولا عن حقهم بنتكلم، ولسه لحد دلوقتي بينتهوا واحد ورا التاني والحرب لسه ما انتهتش. اما شاي العروسة ده حلو بشكل. ما تنساش تشترك لو مهتم تعرف اكتر.